مش قلتلكوا بقى هنبطل الميك اب اللي هو السيمبل واخدكوا بقى للميك اب الجريء شويه والميك اب الخليجي ورسمه العيون الواضحه. تعالوا بقى نتعلم مع بعض ازاي تعملي لوك عيون جبار خطير كده. وعلى قد ما رسمه العيون تبان ان هي قويه وصعبه، على قد ما هي سهله جدا يعني هي بتتعملش غير ببرش واحده او فرشتين بالكتير. وزي ما انتي هتشوفي الخطوات والتريكات اللي انا هعملها علشان تطلعيها بروفيشنال. اول حاجه استخدمت البروش بتاعه الحواجب، واخدت اللون العنابي ده والبني الغامق من الباليت بتاعه هدى بيوتي نوتي، وابتديت اجي من عند المدمع بتاع العيون واعمل كاني هعمل المدمع، واطلع بيه على اول الكسره بتاعه الكريز عندي في الجفن الثابت بالشكل ده. كل ده انا هبتدي احدد الرسمه بتاعتي من فوق بس بالبروش بتاعه الحواجب. دي اصلا اللي هي البروش دي اللي هنستخدمها في بقيه الالوان كلها، وزي ما هتشوفوا دلوقتي. وببتدي دلوقتي اظبط وهوقف الخط بتاعي عند نص الكريز، مش هكمل بيه لحد بره. ودلوقتي هاجي عند الزاويه الخارجيه بتاعه العيون وهسحب خط زي الايلاينر وهعمله زي الايلاينر المفتوح، مش هقفله. زي ما انتم شايفين انا بسحب خط وهبتدي ادخل بيه لجوه. ودلوقتي ببتدي اظبط الخط بتاعي بتاع الايلاينر. زي ما قلت لكم انا هعمله مفتوح مش هقفله. دلوقتي بجيب نفس اللون الغامق وببتدي بقى املى بيه الفراغ كله اللي انا عملته من عند اول مدمع العيون، علشان هقفل الالوان بتاعتي. يعني انا مش هسيب الرسمه كده مفتوحه، لا هقفلها بالاي شادو. زي ما انتم شايفين باخد نفس الدرجات وببتدي اعمل بلند، املى كل الفراغ بس مش هغطي الجفن المتحرك كله، هقف عند النص بالظبط. دلوقتي انا بعمل بلند وانا بحط اللون علشان اللون معاكي ما يعلقش ويكلكع وتحسي ان شكله وحش، ما تبقاش الرسمه طالعه معاكي بروفيشنال. ودلوقتي برضو باجي عند الايلاينر عندي وببتدي املى الفراغ بتاعه، بس الرسمه بتاعته زي ما انا سايباها كده ايلاينر مفتوح. باخد نفس الالوان وزي ما انتم شايفين ببتدي وانا يعني بحط اللون كله، ببتدي ادمج الايلاينر والاي شادو مع بعض علشان زي ما قلت لكم اللون ما يعلقش. بعد ما مليت كل الفراغات هبتدي بقى اجي عند الطرف بتاع الخط عندي من فوق، وابتديت اخد اللون البينك الفاتح، هبتدي بس اموه بيه الخط، هموه بيه اللي هو هموهه واديله بس ضي كده، يبقى عشان ما يبقاش اللون هو واحد بس، لا عايزه ضي كده للرسمه تبرزها اكتر وتخليها قويه اكتر. وبعد كده برضو هاخد اللون الاورنج اللي انتوا شايفينه ده وهبتدي برضو اموه عندي الخط، نفس الخط اللي انا موهته هبتدي اعيد عليه بنفس اللون الاورنج. كل الخطوات دي بتبرز معايا الرسمه بتاعه العيون وبتخلي شكلها اقوى واحلى بكتير، وكمان بتديها كده جراءه اكتر، يعني اللي هو الميك اب الخليجي انتوا عارفين. دلوقتي بقى استخدمت البنسل برش واخدت افتح لون في الباليت اللي هو البينك الفاتح وهبتدي احطه في النص. ليه؟ لان هحط عليه زي ما انتم شايفين دلوقتي البيجمنت اللي هو الشمر. اخدت اللون الجولد الفاتح وابتديت اثبته في النص علشان يديني بقى الاضاءة ويبين معايا الرسمة اكتر. ودلوقتي بعد ما اخدت اللون الجولد الفاتح ابتديت احط عليه لون بينك شمر، ونفس الكلام البيجمنت اللي انا بحطه ده جليتر اللي هو اللوز جليتر، ابتديت اخد منه حبة واحط برضو في النص عندي علشان تقوي معايا الرسمة بتاعت العيون وتوضحها اكتر. يعني شايفين الفرق لما حطيت اللوز جليتر فرق ازاي، لان الحبيبات بتدي لمعة حلوة قوي. وهنا اكون ركبت الرموش وكمان عملت نفس الدرجات اللي انا عملتها فوق العيون تحت العيون، وكمان عملت الكونتور بتاع النوز. وهنا بحط البلاشر على بينك، وعايزه اقول لكم ان انا حطيت كحل ابيض جوه العيون مش اسود علشان تفتح معايا العيون وتديها وسع اكتر، مرضتش احط اسود. ودلوقتي بحط الهايلايتر من أفرة، اخدت اللون برضو اللي على بينك علشان يليق معايا. ودلوقتي بحط الهايلايتر على النوز وكمان على الجبهة. البشرة بتبقى جلوي وشكلها حلو. استخدمت اللوز هايلايتر بتاع شجلام ورشيته على العيون كلها. وبس كده ده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم، يا رب تكون رسمة العين عجبتكم. انا عارفة ان هي قوية وهستنى رأيكم تحت في الكومنت.
واشوفكم فيديو جديد، وبس كده، باي.